Audio Jungle. اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم حبايبنا؟ صباح الخير، صباح العافية، صباح الأمطار الحلوة الزاهية علينا يا ربي. يا ربي يديم هذه الأمطار خير إن شاء الله يا رب. شلونكم حبايبنا؟ مثل ما تشوفون أمطار غزيرة صايرة بالجنوب، وهاي احنا بالبصرة. والله يا ربي يرزقنا ويرزق أمة الإسلام على هاي الأمطار الحلوة. مثل ما تشوفون راح ابدي وياكم روتيني اليوم. طبعا روتين كل شي بيه، كل شي كلاشي. من الصبح لليل. اليوم جاي اسوي الجاي، ومثل ما تشوفون هذا ريوقنا. جاي اسوي احضر ريوق الممسار، وجاي اسوي له حضر له من الصبح. وسويت له انا البارحة مسوية كنت كيك بالجوز الهند، كلش طعمه يخبل، وهاي القمر والجبن. هو ما هالقد يتريق، بس انا حبيت اسوي لهم. وخليت القوري الحليب. وهم اليوم اللي يحب حليب يشرب، واللي ما يريد بس شاي. مثل ما تشوفون حضرت الريوق، واللي هو نفس الفطور. خاف احد ما يعرف شنو الريوق. طبعا بنات مثل ما تقولون انا باشرت ويا يوسف راح اوديه للدوام، والحمد لله والشكر قبلوا، لان تدرون شغلتهم صعبة صارت، لان دراستهم بتركيا تختلف عن هنا. والحمد لله والشكر قبلوا سجلته. وهسه راح تشوفون شغلة يوسف، والحمد لله بدلت راح يروح. مثل ما تشوفون الحمد لله والشكر. هو هسه راح يخلونا تقريبا، راح يخلونا صف ثاني. هسه حاليا هو صف اول، بس هو شاطر يعني يعرف. حتى هم شافوه يعني دراسته وهاي. انا معلمته الحروف كلها هناك، ما يعرفون تركيا، ما يدارسون عربي، بس انا درسته. والحمد لله حتى البنات، بس البنات بعدهم ما داموا. واي مثل ما شفتوا حضرت له وظليت اوديه. طبعا صباحي هو عنده وعصري. يلا ما يخالف، خليه يمشي بالاول شوي شوي يتقوى على ما يخلونه يحاولونه صف ثاني. بعد ما رجعت طبعا بنات اليوم تدرون الشتاء شي يحب الشتاء يحب القرع اللي هو الشجر احنا نسميه. يحب الشبزي، يحب اشياء يعني اشياء الشبزي حلو بالشتاء. فطبخات الشتاء كلش حلوة. ومثل ما تشوفون حضرت بنات. شوفوا اليوم منو يسوي القرع، منو يسوي الطبخة هاي. سلقت اللحم وخلصت، وهاي هنا الشجر هم رتبته ونقعت التمن طبعا بزمكي. مرات اذا هاي اخلي وياه انا من الحصة. مثل كمية يعني حلو طبخته بالعكس، يعني هم حلو، بس احنا نحب شوي البزمكي وياه بالاكل اكثر شي. شلونكم انتو حبايبنا؟ شخباركم حبايبنا؟ اللي وصل ويانا هنا لا ينسانا باللايك والاشتراك بالقناة، يفعل خاصية الجرس حتى كل جديد يوصلكم. ولو هي لايكاتكم صايرة الايام كلش مو حلوة، ومشاهداتكم تعبانة، وما ادري اعرف اداوة وياي، ما ادري. شلونكم انتو؟ اخباركم؟ سولفونا على اوضاع الشتا شلونها وياكم؟ الامطار عندكم حلوة لا؟
جاي تمطر. طبعا ظاهر المحافظات كلها بيها أمطار صايرة، بس ربي يحفظنا من الفيضانات اللي يقولون صاير راح يصير فيضانات. إن شاء الله الله يبعدها عنا هاي الأشياء، وإن شاء الله هذا مطر خير ويرزق أمة الإسلام كلها. مثل ما تشوفون خليت البصل وحمسته عدل. طبعا لازم نحمس شوية قليلة بخماي حتى يستوي، لأن أنا بدي أهرسه كله القرع حلو يصير الشجر متهرسينه، وخلي قطع قليلة لأن زوجي يردونه هيك ياكلونه كبار ما يحبوها كلش ممرودة، بس احنا نمردها كلها وخلي قسم أعزلها على صفحة. سلقت اللحم واللحم يخبل وياه، وشي أكيد الثوم، وخليت المعجون، وبعدين صلصة الطماطم تحمسونها. شي أكيد لازم حمس لأن الشجر يريد له حمس هواي، إذا ما ينحمس طبعا ما يصير حلو. ولازم تخلون عليه ليش خليت لوميتين لوم بصرة على مود لأن هو حالي، فأخلي عليه على مود شوي الحموضة تخلي الحلة توخره. وحتى إذا تحبون تخلون ليمونة عادي ماكو إشكال. ومردها طبعا الليمونة على مود البصرة على مود شوية الحلة مالت القرع حالي. طبعا أكثريتها يسوونه مربى، يسوونه حلاوة حلو، بس احنا نحبه ويا المرقة كلش حلو. هاي اللحم أنا من سلق والله تحمس بيه، واحمس وطبعا الريحة تخبل ما اوصف لكم، الريحة تجنن. تلوح عليكم. انا اعرف ان قليل الناس تحب الشجر، بس جربوها صدقوني مو حالي. اذا تخلين عليه ليمون وتحمسينه كلش الحلا كله يروح. وهاي هنا عصير الطماطة خليته فوق. طبعا شلونها روتيناتكم بالشتاء، شلون سويتوا ما سويتوا؟ طبعا بنات هاي الحب مالت الشجر ما ذبه، غسلوه كلش حلو طعمه، وشروه وخلوا عليه ملح يتقلى كلش طعمه، وحتى بيه فايدة هذا. او لا ما وصفت تصدق شغلة الشجر طبعا كلش بيه فايدة للجسم، يعني صحي حيل صحي. وهاليوم شنو تشوفوا لنا جبنا لنا طبعا القفص من رحت بيت حماتي، عندهم قفص زايد، فقلنا خلينا نجيب قفص الكوكو لان شوية قفص مالته صغير البلبول، فهاي جبنا له قفص جديد. انا مو شوية يقدر واسع داخل القفص لان كلش صغير عليه هاي. وما تشوفونه فرحان طبعا من القفص. وهاي هنا مرقتنا بدأت تنحمس. طبعا انا يوسف بعدني لهسه ما رحت عليه من الدوام، يحل ب12 تقريبا ونص هيجي اروح اجيبه لنا ب12 اجيبه. وهاي هنا بعد ما حمست مرقتنا طبعا احنا نخلي عليها لوبة. انتو شو تخلون عليها؟ اكو ناس تخلي حمص وناس يحطون عدس، فاحنا نحب نخلي عليها اللوبة كلش طعمها طيب وياها. وهاي هنا مرقتها وخليت هاي القطع طبعا الكبار، لان الكبار يخلي بومسان يحبها الشجر تصير كبار بيها، وقسم هرسته. وشوفوا طعمها يخبل ما اوصف لكم، الريحة تجنن. يلا جربوها وتفيدكم هاي بايام الشتاء، وكلش طيبة وحلوة. وهاي حتى ليمونة حطيت عصرت حتى الحلا لا يبين بيها. وهاي تمنا البزمكي اويلي شلون شكل يخبل. طبعا مرات اخلي عليه قطع من الدارسين يعطي نكهة كلش حلوة. وهاي هي سفرتنا كملت وخلصت. طبعا المقطع ما خلص، ظلوا وياي للنهاية راح اراويكم وصفة جديدة للباذنجان. طبعا الباذنجان شلون قليته وشلون سويته للعشاء. طبعا هاي هنا مثل ما تشوفون. ان شاء الله اذا عجبتكم هاي الوصفة لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعلون خاصية الجرس حتى كل جديد يوصلكم. وهاي مثل ما تشوفون خلصت وجبتنا الغداء. وبعد ما خلصنا غسلنا مواعيننا، وشي اكيد الشاي المهيل اللي احنا العراقيين متعودين عليه. بعد ما خلصنا طبعا هي حيرة العشاء،
حرة العشاء شو نسوي؟ ما ادري والله، انتو هم دائما تحتارون. قمت قلت هذا الباذنجان شنو اسوي؟ قرصته ونقعته. طبعا دائما البنات تنقعون ماي وملح، واذا تحبون تقلونه انتو بن الماي تعصرونه وتخلونه على الطاوة. بس انا ايش راح اجيب لكم طريقة جديدة، قليلة من الزيت تمسحونها بهذا الطبق. شو تسوون؟ تقومون على الباذنجان المقرص تعصرونه على الماي وتخلونه بهذا الطبق او صينية كبيرة عندكم او مات الفرن. انا عندي شوي وين اخليه بالتنور الكهربائي، فاخليه هيك قليلة امسح فوقه بالزيت. اذا عندكم الفرشة تمسحون عليه وتخلونه. طبعا يستوي خبل وما بي اي زيت، طبعا صحي، واللي ما يحب الزيت هذا كل الصحي إله. فهاي الطريقة اللي ما يحب اللي يقلي وبكل الزيت يصير، فهاي الطريقة كلش صحية وكلش يعني طيب يصير طعمه ويستوي. وهاي هنا أنا سويت لهم زلاطة وحطيت عليها الكيوي. طبعا الكيوي دائما اخليه لان شوية بيه حموضة وبيه فايدة احسن من ما ياكلونه هيج. وان شاء الله يا ربي هذا اليوم استمتعتوا وياي بهاي السفرة الحلوة. ولا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعلون خاصية الجرس حتى كل شي جديد. وهاي طماطتنا شي اكيد ما نعوفها، لازم شي احمر بالعشاء ما نستغنى عنها. ومع الف عافية حبايب قلبي، والف عافية علينا وعليكم.